لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا لقاؤنا الثالث مع هذا الحديث الماتع، حديث جبريل. وتوقفنا في اللقاء الماضي عند قولة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيها الأفاضل، ألا ترون أنه من الواجب علينا قبل أن نستهل هذا الشرح الكريم لهذا الحديث الماتع أن نقف وقفة يسيرة مع هذا العملاق، مع هذا الفاروق، مع هذا المعلم. فأنا أشعر برغبة ملحة أن أتحدث ولو في عجالة، ولو في هذا اللقاء فحسب، عن هذا الفاروق الذي روى هذا الحديث الجليل الجميل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، القوي في بساطة، البسيط في قوة، في عدل ورحمة. إنه الرجل الذي قدم لدنيا الناس كافة قدوة لا تبلى ولن تبلى. إنها قدوة تتمثل في عاهل كريم عظيم بركت الدنيا كلها على عتبة داره بزخارفها وسلطانها وأموالها، فسرحها سراحا جميلا وطلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه، وقام لينثر على الناس خيراتها وليدرأ عن الناس فتنها ومضلاتها، حتى إذا نفض يديه من علائق هذا المتاع الزائل قام ليستأنف سيره ومسراه مع سيده وربه ومولاه. انظر إليه، ستراه هنالك، نعم، قد أحنى رأسه التي عانقت كواكب الجوزاء، أو إن شئت فقل التي تنزلت كواكب الجوزاء لتعانقها في تواضع جم. قد أحنى رأسه لينفخ في نار تحت قدر مشتعلة، تحت قدر، لينضج طعمة سريعة لأطفال يبكون من شدة الجوع. أو انظر إليه، ستراه هنالك يجري في حرارة الشمس في وقت الظهيرة وراء بعير ند من إبل الصدقة، فيراه عثمان رضوان الله عليه، فيقول عثمان: يا ترى من الذي خرج في هذا الجو القائض، في هذه الحرارة التي تصهر الحديد والحجارة؟ سبحان الله، إنه الفاروق، إنه عمر رضوان الله عليه. وينادي عليه عثمان: يا أمير المؤمنين، ما الذي أخرجك في هذا الجو القائض؟ فيقول: بعير من إبل الصدقة قد ند يا عثمان. فيقول: ارجع إلى الظل وإلى الماء البارد وكلف أحد عمالك ليأتيك بالبعير الشارد. فيرد عليه عمر الفاروق الذي لا يقدر عليها إلا عمر ويقول: عد إلى ظلك ومائك البارد يا عثمان، أأنت ستحمل عني وزري أمام الله جل وعلا يوم القيامة؟ أو انظر إليه، ستراه هنالك يتفقد أحوال الناس، فيقف أمام إبل سمينة ممتلئة في السوق فيعجب بها ويسر ويقول: إبل من هذه؟ فيقول: إبل عبد الله بن عمر. وكأن حية رقطاء قد قفزت فأفرغت كل ما في جوفها من سم في حلق عمر، فيرددها: إبل عبد الله بن عمر، ائتوني به. ويأتي عبد الله بن عمر وهو إمام في الورع، إمام في الزهد، إمام في التقوى، إمام في الصيام، إمام في القيام، إمام في التعبد، ويقف بين يدي الفاروق رضي الله عنه، فيقول له عمر: ما هذه الإبل يا عبد الله؟ فيقول: إبل هزيلة اشتريتها بخالص مالي وأطلقتها في الحمى لترعى لأبتغي ما يبتغيه سائر المسلمين من الربح والتجارة يا أمير المؤمنين. فرد عمر بتهكم اللاذع: بخ بخ يا ابن أمير المؤمنين، وإذا رأى الناس إبلك قالوا: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، فتسمن إبلك ويربو ربحك يا ابن أمير المؤمنين. عبد الله قال: مرني يا أبتي. قال: انطلق الآن فبيع الإبل وخذ رأس مالك ورد الربح إلى بيت مال المسلمين. أيها المسلمون، والله الذي لا إله غيره، لو اجتمع أهل البلاغة في الأرض ليبينوا صورة من صور العظمة الإسلامية، صورة مشرقة من صور التاريخ، ليتحدثوا عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ما استطاعوا. ما الذي نقوله عن عمر؟ هل نتحدث عن علمه؟ هل نتحدث عن ورعه؟ هل نتحدث عن زهده؟ هل نتحدث عن حكمه؟ هل نتحدث عن عدله؟ هل نتحدث عن فقهه؟ هل نتحدث عن فتوحاته وانتصاراته؟
قد يكون من اليسير جدا أن نختطف زهرة وحيدة وسط صحراء مقفرة، لكن من العسير جدا أن نختطف زهرة وحيدة وسط حديقة غناء قد امتلأت بكل ألوان الزهور وأنواع الورود. أكتفي فقط بذكر منقبة أو بذكر منقبتين من المناقب التي شهد بها لعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم إذ رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص. صحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم إذ رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، يعني يلبسون ثيابا منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، فعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجتره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم إذ أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني أرى الري يخرج من بين أظفاري، فأعطيت فضلتي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. شهادة من رسول الله لعمر رضي الله عنه بالدين، وشهادة من رسول الله لعمر بالعلم. وأختم المناقب في هذا اللقاء بهذا الحديث الجميل الذي رواه البخاري ومسلم، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع نسوة من قريش يحدثنه، استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وعنده نسوة من قريش يحدثنه ويستكثرنه، وقد ارتفعت أصواتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن عمر وسمع النسوة صوت عمر قمنا يبتدرن الحجاب، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك قال عمر المهذب المؤدب: أضحك الله سنك يا رسول الله. لم يقل: لماذا تضحك يا رسول الله؟ إنما قال: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لهؤلاء اللائي كن عندي يسألنني ويستكثرنني عالية أصواتهن، فلما سمعن صوتك قمنا يبتدرن الحجاب. فالتفت عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النسوة وقال: أي عدوات أنفسهن تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرد النسوة على عمر رضي الله عنه وقلنا: نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر قولة جميلة: إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، لو رآك الشيطان سالكا فجا أي طريقا لتركه لك وسلك فجا غير فجك يا عمر. يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها. ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت وما عهدت، بعد النبوة أخلاق تحاكيها. وأضيف هامشا على هذا البيت الأخير: بعد أخلاق النبوة وبعد أخلاق أبي بكر رضي الله عنه. هذا ما ندين الله عز وجل به. أشرع إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل في شرح حديث رسول الله، والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.